بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نبدأ منين؟ نبدأ من يا تجيب لي عربية يا بلاش يا ولا، يعني الناس دي هتخرجنا عن طبيعتنا، ولا نبدأ من شابوه شابوه شابوه، ولا نبدأ منين؟ يعني من باقي فيديوهات العار السابقة اللي طلعت حلمية وابنها وبنتها عملوه على زاهية صاحبة الفضل عليهم، نبدأ منهم لأن لسه فيهم كلام كتير ما اتقالش، ولا نبدأ من والنبي نفسي أزور النبي وأحط إيدي على شباكه، ولا الغواشتين ولا الإسورتين طقم أساور وبقولها على الملأ أهو وعايزة بس إسور، واللي بتقول غواشة مش مركزة معاه. عموما هنبدأ من باقي الفيديوهات اللي سبقت من كلام حلمية وكلام نرمين الدسوقي عبد العزيز البدراوي، بنت حلمية أبو زهية. مش عارفة ليه حتى كمان لقب أمها من الأب أبو زهية، يعني يرجع لمين؟ لأمه ولا أخته ولا عيلته ولا سبحان الله. زاهية مسيطرة ولها حظ الأسد في العيلة من أولها لآخرها، وده تقسيم ربنا، بس جايب لها الهم وجايب لها النق وقلة الراحة. يا أبلة نرمين دسوقي عبد العزيز البدراوي اللي اتربتي على العفافة اللي خلاكم ما انتش مصدقين نفسكم بان عبد الله بن الكويت يدخل البث وامك تقول هيولع البث، ولع البث، هيولع البث يا ولدي. هيولع الايه؟ ده انا من هنا بقول لها يا زاهيه اوعي عبد الله بن الكويت يشم، يعني يشم كده شم على قناة هيتولعي البث ليه يا حلمية؟ وهي دوب ما يجروش يروح لزاهية اساس. فبس خلاكم ما انتش مصدقين روحكم وطايرين من الفرحة، والعفافة اللي بتتكلم عليها الأبلة نرمين تخليها تطلب منه غويشة وعلى الملأ أو إسورة. أنا بقولها هو على الملأ ونفسي فيه، وبعدين لما لقت الموضوع زاد ده احنا بنضحك، والله ده احنا بنضحك، ويخليها كمان يقول وهي والمتابعين بتوعها اللي زيهم كده عايزين عربية لطارق. وبعدين ترد الأبلة حرمية وتقول ايه؟ العربية دي نجيبها بتعبنا كده، ده قصر ديل يزعر. هنا هقول يزعر بقى، قصر ديل تعبك نقول اللي هيجيب لك عربية، تعبك كده من عند الأبلة وابو اسمه ايه ده اللي جوز الأبلة نسيت اسمه، تعبك نهو، تعبك اللي مخليكي بتغيري الستايل بتاع البيت والخشب او العزال بتاعك اللي بتسميه بتقولي مش عارفه اوديه فين، اللي هتغيريه بس لسه الخطه ما جاتش. ابنك بيقول لك هنعمل فيه ايه، بتقولي مش عارفه هعمل فيه ايه، يقول لك هنغيره ان شاء الله، تقول لا لسه الخطه ما جاتش. الخطه اللي بتبعت لك عشان تجيبي، الخطه اللي بترسم لك اعملي واعملي. شكلكم بقى مفضوح قوي قوي، اقل ما فيها يا متابعين الضلال يا متابعين الهم، متابعين الضلال اللي عند حلمية ما بتطلعش زهي على الملأ كده وتعمل اللي هم عملوه. ده عايز عربية، وده عايزة غويشة، وعايزة عمرة. ويا ام السعود والله لو عندي فلوس لهبيع اللي ورايا واللي قدامي، وهروح عشان نفسي احط ايدي كده على شباك الرسول عليه الصلاه والسلام، ونفسي اروح مكه ونفسي اروح المدينه. في اخر البث قبل ما ادخلها ما تقوم تقول هاخد مريم امي معايا، وتقول لها ابوك واخوك لا عايزين العيله بطاطا المعلم. وقبل هناء ما تقوم تقول لها حاجه معاكم، تقول لها انت معانا في البث. يعني خلي بالك يا ابله، يعني حلميه مش هي اللي بتساعي حد في البثوث وهي اللي بتصور وهي اللي بتعمل، ده بتعمل لمصلحتها ومش لاقيه حد غير اللي اساسا ما حدش طايقه، حماده وولاده ومراته، اللي مش عارف هو بيعمل ايه، هو بيخبط في المتخبط، لا ليه شكل ولا لون ولا ملمح. وقلت الكلام ده قبل كده، هو وعياله ومراته ما لهمش اي شكل ولا اي ملامح، هم بيخبطوا في المتخبط، لا جايين شمال ولا جايين يمين ولا لهم اي صوره ولا اي شكل حد يشوفهم به. فهي بقى قاعده جنبها، طبعا هم شافوهم بيعملوا البث او الله اعلم عندهم من بدري. المهم بتقول لها انت معايا في البث وهتبقي حرام عليكي سيبينا عشان نروح العمره بقى، الواحد تروح لوحيده، انت رحت قبل كده، انا هتبقي معايا في البث وهتبقي معايا كمان في العمره.
وتقول واحده بتبعت بتقول لهم تحضروا عيد ميلادي وان شاء الله تجوا السعوديه عشان اشوفكم، ترد حلميه وتقول لها خلاص ابعت لنا دعوه في رمضان. ترد الابله اليمين العفيفه اللي متربيه على العفاف، لا انا عايزه اروح قبل رمضان. في ايه؟ انتوا بتقولوا لمين؟ بتقولوا لمين يلي ما فيش حد يقول لكم عيب ولا اختشوا ولا اي حاجه في الدنيا، اللي موافقينكم على الضلال وعلى الظلم وعلى كل خايب وتافه بتعملوه. انتوا طالعين على الملأ كده عمالين تلقوا طلباتكم على القريب والغريب واللي عرفتوه واللي ما عرفتوش، وايه وتنقوا وتختاروا وبتشرطوا. فيه ايه؟ فيه ايه يا ابله حيزبونه؟ انت فين الطرشتي؟ ما سمعتيش يا شابو شابو شابو؟ انت فين والكلام ده فين؟ اظني لو هفوه من زاهيه زي دي كنتوا قعدتوا ونمتوا وقمتوا وسهرتوا وما نمتوش ليلكوا عليها. ربنا ان شاء الله هيخلص منكم. وانا سمعت من بعض القنوات، طبعا زي ما قلت يا جماعه انا ما بحبش اسمع الحيزبونه دي خالص، يعني كلامها يخليك بقولك عايزه تاخدي شريط حبوب للصداع، يعني ما بتخلصش، ما بتنهي. بالظبط طريقه نرمين لما قعدت في البث والاتنين مع امها. فمن اللي سمعته بعض القنوات ان نرمين دخلت معاها وقال ايه بتتأسفي لمين وعلى ايه؟ هو الامر هنا يحتاج اسف؟ الامر هنا بيكشف حقيقتكم وبيكشف اللي انتم عاملين فيه، يعني عففة قوي وطلعت تقول لاختك هقول تمني عليا اقول اللي انت شيلتني ايه. وهيكشف كمان المهندسة اللي عمالة بتوزع على القنوات عشان تخليكوا بالشكل اللي انتوا فيه ده، وكمان هي مش عايزة الموضوع ينتهي او يخلص، هي بتشتغل عليكم عشان تقبض ومحركاكم زي ما هي عايزة وضحك عليكم وانتوا ضحكين عليها، انتوا منتفعين منها وهي منتفعة منكم، واللي ضايع وخسران في الكلام ده زاهية منكم لله، انتوا والضلالية اللي حواليكم منكم لله، ربنا يخلص منكم. عايزة اقولك يا زاهية تأكدي في نصر ربنا، وبيمهل ولا يهمل، ويمكرون ويمكر الله. والله ربنا هيوقعهم الاتنين في شر اعمالهم، وان شاء الله باذن الله هتبقى فضايحهم على الملأ وعلى العلن، وربنا هيخلص منهم كل اللي هم بيتأمروا فيه وبيعملوه، اللي اتأمرت فيه الحيزبونة وعشان وتهددك وتطلع. وسمعت كمان ان هي طلعت يوم حسام ما كان عامل حادثة وطلع شمتانة وعملت بس وما قدرتش تكتم وتداري شماتتها، اللي بإذن الله هتتردلك برضو يا حيزبون. انت طالعة هي زاهية كانت وقعت في فخ يعني بحادثة حسام ولا ايه؟ طالعة يعني ماسكة عليها حاجة وطالعة في ساعتها تعملي بس وتقولي لها اللهم لا شماتة بعد ما قلتي اللي انت عايزاه؟ اللي بيته من ازاز ما يحدفش الناس بالطوب. انت عندك اولاد، حسام عمل الحادثة وربنا نجاه، ما تعرفيش ايه اللي هيبقى عندك وهيبقى شكل اللي هيحصل ايه، لان الشماتة بعدها ندم بإذن الله. بس زي ما قلت لك كده يا حيزبونة ربنا بيمهل ولا يهمل، بيحسب عليكي عشان تبقى ذنوبك كتير قوي قوي، عشان لما ياخدك اخذ عزيز مقتدر. وبكره هنتفرج عليك ان شاء الله يا نرمين. انت وامك واخوكي اللي متربيين على العفافة، انتوا ما فقتوش تقعدوا في القعدة العرفية ليه؟ القعدة العرفية معروف ان يبقى فيها جزاء وفيها شرط وفيها شروط وفيها انت ليكي حق وطلعتي عملت عمايلك انت وامك وقلبتوا اللي انتوا تسامحتوا فيه قبل كده وتصالحتوا فيه قبل كده، واتضح انه كله في شنك وما حصلش، وقلوبكم مليانه ومعتمه، وفعلا بطنك مليانه يا حلميه مليانه عتمه ومليانه اسى ومليانه كحوت، وطلعتوا عملت اللي عملتوه وقلتوا انتوا اصحاب حق. وطلعت اللي تبلتوا عليها قالت لكم نعمل قعده وفيها شرط وفيها عقوبه، وبعد كده ممكن تعملوا شرط جزاء لو ما تاخدتش العقوبه دي. رجعتوا لورا ليه وقلتوا لا ما احناش عاملين قعده وما احناش انتوا اصحاب حق. انتوا فاكرين اللي عملتوه ده هيعدي عند ربنا؟
القنبله اللي ضربتوها دي، وبعدين بمزاجكم تقولوا احنا مش حاضرين خلاص واحنا خلصنا الموضوع وهنسامح؟ سامحوا مين وايه؟ هو اللي انتوا عملتوه قليل ولا ايه يا حلمية؟ والله اللي انت عملتيه على اختك ده، انت من يومك، من يوم ما ظهرت وانت كده. وتطلع واحده زي اخلاص ابو رجاله تقول لها يا زاهيه بطلي النرجسيه اللي انت فيها دي، وبطلي تبطل ايه؟ وحلميه جابتها من تحت، اما زاهيه جايباها من تحت. ما اللي فيه الزاهيه اللي انت بتقولها انت احسن واحسن يا اخلاص يا ابو رجاله، ما هو من شقى جوزها وبتعب جوزها، ما جايباها من تحت لتحت برضه، ما هي كانت غربة جوزها. دي جوزها قاعد في بيته مع عياله، والتاني متغرب بعيد عن بيته وعن عياله مدة، ورجع بالمرض. انتوا ده مش على بالكم ولا ايه؟ وعايزه اقول لك يا مدام اخلاص ابو رجاله، لو بنتك ضربتك عشان اختها التانية هتطلعي تعملي ايه؟ وعامله لي اللي اسمها سهى دي قال مرجع وبترجعي له الاستاذه سهى، وتقلبوا سيرة الحاجة أم مصطفى اللي ربنا أحسن ختامها وعلى الملأ وكل شايف وعارف هي بتحب ولادها كلهم، لكن راضية عن مين ومش راضية عن مين وبسبب ايه. ومع ذلك ربنا أحسن ختامها، وكأن ربنا بيقول للعيان الست دي كانت على حق في كل اللي عملته. طلعت تقول الست هي قالت ايه على رأي شريهان؟ قالت اتطلقت. كون حلمية ما قالتش على اليوتيوب أو محدش عرفه، فمعناها على رأي شريهان ما كانش عليها خيمة، ما كانت البلد بحالها عارفة. يعني مين زاد عن البلد عن كتامة؟ اللي عرف ان هي متطلقة. الأمة العالم مش أول الناس ولا آخر، ما قالتش حاجة الله يرحمها غلط. وفي نفس الوقت كانت تعمل ايه بعد ما بنتها تروح بالهمجية اللي عاملة العقل والرسمة العقل ديت، وان ما بتعملش وما عملتش. تعمل ايه الست دي بعد ما بنتها تروح تتهجم عليها وتضربها؟ وهناء هناك هي تشهد، حبيبتهم تشهد بكده. تعمل ايه يا ابله اخلاص يا اللي عماله تتشنجي وتتحط وتترقى وعامله الشريفه العفيف، زي ما بتعيبي برضو على الحاج مصطفى وتقول له شوف لما قالوا لبنتك انت زعلت ومش عارفه وقلت. طيب هي بيقولوا لبنتهم المتابعين بيقولوا لحبيبه ليه؟ هم مش بيقولوا الحبيبه بعد العفيفه دي اللي اتربت على العفافه ما بتغلطها في اللي هي بتعمله؟ هم من حقهم يقول لها وبعدين حبيبه عيله خلاها كبيره، يعني المفروض لا تنهي عن شيء تاتي انت به. هي بتقول لها انت ما عملتيش وعملتيش. هي نرمين عشان تحكمي بقى حكم حق يا ابله اخلاص، نرمين عملت كده في حق زاهيه؟ نرمين طول عمرهم التعليقات اللي كانت بتوجع زاهيه وزاهيه تكلمهم فيها وانت تقول لها ما تتكلميش، كانت بتبقى عند حلميه ونرمين ما بتردش، يعني مش شفناهاش ردت وعملت حاجه. زعلانه من حبيبه ليه؟ والست ما اتطلقت ونينتها قالت اتطلقت. ليه اللي انتوا عاملينه ده كله ومقومين القيامه ورا واحده مجنونه مخبوله ما بتخافش ربنا ولا تعرف عن ربنا حاجه غير انها مريضه بزاهيه، عندها هس زاهيه جايبه لها المرض وما بتنيمهاش الليل، وانتم بغبائكم كلكم ماشيين وراها وكلكم بتخافوا شرها. ده كفايه عليها. وانا عايزه اقول لك من هنا يا حايزه ابونا كفايه عليكي جدا ان انت اللي بيتعامل معاكي او اللي بيقفوا ضدك بيخافوا شرك، وده لوحده كفايه عند ربنا ان شاء الله يبقى الخلاص منك او الانتقام منك على الملأ. لان الناس بتبعد عنك اتقاء شرك، يعني اخذت صك انك شريره والناس بتتقي شرك. ان شاء الله باذن الله ده هتقابل ربنا به ازاي؟ باذن الله انتقام ربنا هيبقى على الملأ، وكل اللي اذيتوهم هيشوفوا خلاص حقهم منك، لان زي ما بقول لك كده انت الناس بتتجنبك اتقاء شرك، وده كفايه عليكي قوي مع ربنا. بقيتي علامه على اليوتيوب لكل شر، زي ما بقول كده اخدت الصق وبالثلث كمان. وان شاء الله باذن الله هيترد عليكي في وقت تكوني في غفوه، عشان لما تجيلك الضربه تجيلك ضربه ان شاء الله تقضي عليكي يا حيزبونه يا شيطانه. زي ما بقول كده كانت امك بتوحم، والله لو على فرعون كان هيبقى اهدى منك شويه. عايزه اقول برضو لاخلاص ابو رجاله، بتقول لها يا زاهيه انت هي اختك جايباها من تحت وانت مش عارفه ايه وايه. طب ما هي زاهيه برضو جايباها من تحت، وبقول الكلام ده للكل. زاهيه شقت وتعبت عما تشغل القناه بتاعتها دي وتفعلها، وده كان في وقت كمان ما فيش في قنوات الهبد والهم اللي زيكم كده.
يعني كان لسه الجو حلو ويساعد ان القنوات تتفعل، ومع ذلك تعبت وشقت عشان تعمل قناة وتفعلها. وقبل كده زي ما بقول جوزها رجع تعبان، يعني محدش ما تعبش، عشان كل شوية حلمية وولادها وانتم تتنضروا علينا بانها ايه شقت وتعبت. احنا مالنا؟ او الدين العالم كله مال؟ هي شقت وتعبت لحد، وبعدين هي الوحيدة ما زيها كده زي ما قلت آلاف مؤلف، وزاهية تعبت وجوزها تعب وكل تعب. بس في فرق بين واحدة بتعمل من الفسيخ شربات وواحدة تودي لها الشربات تحوله الرنجة، تحوله الجيفة. ده الفرق. عشان كده زاهية زهرة، وكمان لها حضور ولها كاريزما، وده اللي جايب لها الخبل وجايب لها الهم اللي مش ملاحقة عليه من قرب وغرب. هي في وسط اخواتها جميعا ويليها مصطفى، عندهم قبول، لهم كاريزما ولهم حضور، وهتبقى خليفتها حبيبة. عشان كده حبيبة يكفيها شر اللي بتشوفه اللي عمتها بتشوفه طبعا، لكن ان شاء الله هقول لها على نصيحة يا ريت تعملها عشان ان شاء الله تتجنب كل اللي بيحصل لزاهية. ذنب زاهية ايه في ان هي ربنا عاملها كده؟ هتقعدوا اللي تقولوا تعيدوه، حلمية تعبت، حلمية جاية من تحت قوي، حلمية تعبت، حلمية جايبها من تحت، حلمية. ذنب زاهية في كده ايه؟ وذنب الناس كلها في كده ايه؟ وهي الوحيدة ما آلاف مؤلفة غيرها ولسه حتى ما وصلوش لخمس اللي وصلته. اللي زادوا عمرهم ما هيشبعوا، والله عمرهم ما هيشبعوا ولا عمرهم هيبان عليهم. واللي بتعمله حلمية ما تعرفش تعمله زاهية. حلمية عمرها ما هتظهر باللي معاه. مش كان معهمش 200,000 عشان يقعدوا القعدة؟ طب يعملوا البيت من ايه؟ بالخطة اللي بتيجي من بره؟ طيب ما ابو زاهية بيقولوا بتجيب من بره، طب هما ما بيحطوش 200,000 ويقعدوا يتفقوا ليه؟ ولا عايزينها تبقى في الولعة كده على طول؟ لو كانت نية حلمية صافية وكانت فيها خير وما عضتش الايد اللي اتمدت لها، كان من وقت ما بدأت تعمل القناة اللي ما تعبتش فيها، اللي خدتها على الجاهز بعد اختها ما تعبت سنتين، اللي كانت قعدتها قعدت تسوي في بيت اختها، كانت من وقت ما عملت القناة واتهموا زاهية بها ان هي اللي وقفتها تاني. وراحت واحدة اللي اسمها ام عمر اللي كانت على جنب كده الوحيدة عملت لهم القناة، كان المفروض خلاص كل شيء انتهى. انما بتقولوا حلمية ما بتقرأش، طب بتسمع من ساعة ما عملت القناة وهي بتسمع القنوات اللي كانت منهم رفية وشمس وام حودة اللي ربنا كرمهم ونور قلوبهم بعد كل اللي حصل، ان كانت ام حودة ولا شمس. باقي الرفية وباقي القنوات التانية، وكان من ضمنهم اللي اسمها سهى دي، كانت بتسمع القنوات دي كلها، كانت على اختها. ما سكتتهمش ليه؟ ما سكتتش القنوات دي ليه؟ ولا انتوا بتحكوا اللي على مزاجكم بس؟ انتوا هي بتقلب من قديم بقى، وانتوا بتقولوا لها اختك جايباها من تحت وتعبت وهي ما تعبتش. لا، زاهية اللي تعبت وخدتها على الجاهز، ومع ذلك اتهبلت عليها لدرجه انها راحت ضربت امها. تبقى زاهية تعمل ايه؟ اللي بيتكلموا طالعين يتنضروا بالكلام كده وبيتكلموا وشوروا وعاملين فيها يعني اللي ما حصلوش، عندهم الاخلاص ابو رجاله. والحيزبونه دي شيء وضع تاني، وباقي القنوات الهفق اللي الحيزبونه بتوزع عليهم. ما بيراعوش ضميرهم ليه ويحطوا نفسهم مكان زاهية اللي تعبت وشقت على قناة وبترد دلوقتي على القنوات اللي بيشتغلوا لحلمية وحلمية بتسكتهمش. يعني كل ده حلمية مش شايفاه وطلعت تقول لهم انتوا اللي خلتوني ما اطلعش ارد ولا اطلع اقول ولا اطلع اعمل، يعني بتقولوا على العلن ومش هاممها اختها. بيردوا على مين يا حلمية؟ انتوا اللي خلتوني ما اطلعش ارد ويتكلموا عنها وبيدافعوا عنها وبلسانها. طب بيدافعوا عنك ليه وفي ايه؟ والله العظيم ربنا هيخلص منك يا حلمية، انتوا والقنوات اللي انت سايباها على اختك. يخلص منك ايه؟ يخلص منك ده انت لو كنت انت اللي عامله القناه الاول واختك عملت معاك كده، والله كنت رحت زي ما قلت كده ضربتوهم في قلب بيتهم. انما انتوا للاسف كمان رحت ضربت امك عشان قناه ما تعبتيش فيها. انت ما صدقت شبطتي لما جات لك القناه على حس اختك واتفعلت، وقلت ان هي اللي ضيعتها تروح تجري على امك ضربتيها عشان قناه ما تعبتيش فيها. وان شاء الله يا حلميه بقول لك وبقول لاولادك وبقول للضلاليين اللي حواليكي،
من متابعين وقنوات، وكل القنوات اللي بتتكلم ومش فاكره ربنا ولا عارفه ربنا دي، وعمالين بس ايه عشان زاهيه بحضورها ووجودها اللي شخصيتها اللي واضحه واللي ماليه مكانها مخلياكم يعني مش شايفين الصح. هقول لكم ان شاء الله اللي جا بالسهل يا حلميه هيروح بالسهل، واوعي تفتكروا انتوا بكلامكم ده وبعمايلكم دي هتعدي على ربنا، او ربنا استغفر الله العظيم يا رب صغير لدرجه ان هو مش هيشوف اصل الشيء والتعب اللي تعبت اختك وانت جيتي خدتيها على الجاهز وناسيه خالص المرحله دي وفاكره ان ربنا هينسى. وزي ما قلت لك كده، انت اتهبلتي على قناه ما تعبتيش فيها وراحت منك. طب اختك تعمل ايه؟ واللي مساعدينك على الضلال اللي انت فيه ده والضلاليه اللي جنبك والقنوات الاغبياء اللي ما يعرفوش ربنا، وانت مصدقه نفسك وعايشه في الدور وفاكره ان انت صاحبه حق، وانت بتأذي اختك ليل ونهار. انا مش عارفه انت بتنامي ازاي. اختك يعني انت فين يا حلميه من اختك؟ مفيش عندك ذره مروءه؟ ما تفتكرلهاش خير عملته معاكي ابدا؟ واخرها الخير الكبير قوي، القناه اللي خدتها بالمرتاح وما تعبتي ولا عملت فيها حاجه وحولتكم وغيرت حياتكم 200%، ومقابل ده انت مسببه لها اذى وتعب وبتضربيها في لقمه عيشها اللي هي عملتها لك وخدتها على طبق من ذهب مش طبق من فضه. القنوات اللي عماله بتهبط دي وبتهري، عايزه اقول لهم حطوا نفسكم مكان زاهيه ولو دقيقه، واختك بدل ما تشكرك وتبعد عنك بقى اذاها وتبعد عنك اي حاجه هتوقف لك حالك وتوقف لك سعيك ورزقك اللي انت تعبتي فيه وشقتي فيه وسببتي لي فيه بخير، لا ده بتتمادى بتسمع ومبسوطه وفاكره بتقول لك الناس بتحبني. انا ما كنتش اعرف ان انا محبوبه كده، والله العظيم انت مضحوك عليكي وانت عايشه في الضلال، شكل الضلاليه اللي جنبك واللي ان شاء الله هيساعدوكي على انك تعيشي في الدور قوي اللي انت عايشاه ده عشان تتنفخي بالقوي وتعلى قوي قوي، وعشان لما تقعي ان شاء الله تقع على جذوع رقبتك زي ما قال الشيخ الشعراوي كده. لما ربنا بيحب يعني يعاقب الظالم بيمهل عليه لما يحس ان هو صاحب حق قوي، يعني ده حقه مكتسب وماليش ما حدش يكلمه فيه، عشان يعلى ويعلى ويعلى. وبعدين هو يقول ايه يعني مش هيوقعه من الحصير، لا يهشكوا كده زي ما تقول يرفعوا كده ويهنيه ويطلعوا في السما وبعدين ينزلوا على جذوع رقبته. ده اللي هيحصل لك يا حلميه، وربنا يدينا ويدي للضلاليه اللي جنبك ويديكوا طول العمر انك ما انتش جاريه باختك خالص، طالعين بس تتبلوا عليها وانت شرفي وشرفي. شرف ايه يا ماما اللي هي كلمت فيه؟ هم يقولوا اتطلقي تتجوزوا وتطلقي تبقى شرف ايه؟ وخدوا الاب هناء معاكم هتحيل عليكم خدوني معاك وتقولها لا بعدين، وانت معانا في البث وهتبقي معانا كمان في العمره او في السعوديه. وجودك غير مرغوب فيه. مش حلميه وولاد، ده الدور اللي طالعه تعمله نرمين الايام ده دور كبير قوي قوي. وانا لو عايز افتح قناه هفتح قناه، ما تفتحي حد ماسك في ايدك اليوتيوب بتاع حد؟ ليه الرسم والايه المواويل اللي ملهاش لازمه ديت طالعه تقولي ايه انا عايزه ماليه ليا لوحدي؟ يعني ايه بتكبري الدور قوي على خالتك عشان تستعطفي الداعمين وتستعطفي الناس وتلحقي انت كمان تهبشي لك هبشه من اللي بيجي لامك وليغمى تعم الجميع. امك وايه المانع انت كمان وهي بتشتغل لطارق ويغمى بقى تشمل الكل. والمهندسه اللي بتهندس لكم طبعا ده شيء اساس، اللي ادت الاوامر هي والقنوات اللي بتوزع عليها كلهم اتفقوا مع بعض. الحته اللي سمعتها من الضرفيل اللي سمعته اللي بقول لكم عليه اللي هي بتقول اللي بتسمي نفسها سلطانه القلوب دي، كانت بتقول احنا عايزين بقى نقول لطارق خلاص هو عملوا قالوا اللي عندهم وخدوا حقهم بانهم طلعوا البثين ورا بعض على الملأ كده وطلعوا على خالتهم بكل اللي عملوه ده، وفي النهايه تهربوا من شهاده حق ومن قاعده شاف مين فيهم الغلطان. اللي خالتك كانت بتقول يا ابله نرمين يا عفيفه هنجيب الفيديوهات القديمه وكل في القناه ونشوف مين اللي غلط في التاني. طبعا ده شيء يخوفكم ويرعبكم لان الامثله اللي انتوا فيها الوقت دي مش هي حقيقتكم، مش هي كل اللي بيحصل. اما اذا كانت قناه زي قناه ابو اخلاص ابو رجاله والتانيين طالعين على العايم والمرجع بتاعها اللي اسمها نور دي، فاحنا بنقول اهوت ومع احنا متابعين زاهيه من الاول، وكان المفروض القعده دي تتعمل عشان الكل يعرف مين الغلطان ومين اللي مغلطش.
هتقول الشرف واحلى من الشرف مفيش، ده كله كلام فاضي وهري في الفاضي، وما كانش ليه اي اساس من الصحة. انتوا بس ايه يعني خدتوا الاوامر زي ما خدتوا الاوامر الوقت، انتوا خلاص عملتوا اللي احنا عايزينه. اشتغلوا بقى عشان شغلك يا طارق ونجاحك. وانا عايز اقول لك الكلام ده يا زاهيه، هم بيقولوا اشتغلوا بقى عشان شغلك ونجاحك يا طارق هو اللي هيضيع زاهيه وهيوقع قناتها. كل الشغل اللي بيعمله طارق وامه بيعملوا زي زاهيه ما عملت من بدايه المطبخ، عملوا زي زاهيه. الغساله قالوا زاهيه جابت بتجدد الغساله او جاي لها غساله، قالوا احنا جالنا غساله هديه عشان يا ناس هاتوا لنا، يعني حتى لو مش جالهم هديه الناس تشوف ان بيجي لهم هدايا، هي حد تاني يبعت لهم هديه. الركنه وياتهم اتنصفوا فيها، الا سبحان الله الاعمال بالنيات، ركنه تجيب المرض بعد زاهيه ما عملت الركنه. السطح بعد زاهيه ما عملت السطح. زاهيه كانت بتعمل شقه ابنها، وطبعا بتجهز تجهيزات حديثه. فازاي احنا بقى هنغير الستايل، هنغير ستايل البيت، هنغير العزال وهنبلط اللي ما تبلطش. وايه رايكم يا جماعه ذوقي حلو في البلاط، وهنبلط اللي ما تبلطش. وبعد كده بقى ايه يشتغل على شقته، يغير بقى يعمل زي محمد. ما عملش حاجه طارق ولا بيشتغل حاجه يعني من عنده غير وزكم وز الشيطان وز الشياطين اللي بيقولوا له عليه، وهو امر منهم. لان هو ايه مش يعني من هو وامه واخته مش ابدا من الناس اللي بتصون الجميل او الناس اللي بتحفظ لحد جميل اتعمل فيه. في الاول وفي الاخر هي اختها، لكن برضو يعني لو كانت ما وصلتش اللي هي وصلت كان زمانها دلوقتي عند زاهيه هي وولادها، يعني بيعملوا لها تحيه صباحيه وتحيه مسائيه. لكن ايه يعني قله الاصل. وعلى فكره ان مش قله الاصل ان هم كلهم يعني كده، او انا بقول قلة الأصل يعني إن مع أبوهم أو أمهم، لأ، قلة الأصل فعل. أصلك فعلك، وفعل حلمية كله يدل على إنها قليلة الأصل، والشوية الضلالية اللي جنبها بيساعدوها وبيقووها على ذلك. في كل اللي بيحصل ده زي انت بتكلمي كأنك بتكلمي عدوتك مش أختك اللي انت بتأذيها ليل ونهار. انت مبسوطة بالقنوات اللي بتتكلم عليك وفاكرة ان ده حب من عند ربنا؟ والله والله العظيم بيوقعوك في الكره اللي على أساسه، وفي الكره اللي هتتحاسبوا قدام ربنا. انت بتعملي في اختك اللي مفيش جارة تعمله في التانية، او مفيش عدوة تعمله في التانية. هي في بداية في كل اللي بيحصل ده بتقولك فيه ايه؟ بتقولك خلاص انت اشتغلتي وعملت قناة وخدتها بتعبها، خدتها بتعبك. وايه في القنوات اللي بتتكلم عني انا عاملة فيكي ايه؟ بداية الكلام من اوله لاخره، من وقت ما طلعت ام حورة وطلعت رفيقة وطلعوا الناس دي كلها، من بعد انت ما عملت قناة وام عمر عملتها لك. بتقولك وايه في الناس ده عني؟ انت مبسوطة باللي انت فيه ده؟ يعني انت مبسوطة انت كده حب الناس؟ والله العظيم والله ما انا عارفة بيحبوك على ايه. مفيش عقول مغيبة. هو انت عارفة بيحبوك ليه؟ لانهم ما بيحبوش يشوفوا الشخصيات اللي زي زاهية كده، ما بيحبوش يقولوا. لا، وواحدة بتقول لها دول اعداء النجاح. مين اعداء النجاح؟ ده انتوا اللي اعداء النجاح. الناس اللي كل اللي حوالين الحلمية دول ما يحبوش يشوفوا حد زي زاهية، حد يكون واثق من نفسه وله حضور له شخصية له كاريزما. ما بيحبوش الكلام ده، ما يعرفوش يعيشوا معاهم وما يعرفوش يتعاملوا معاهم. هم يعرفوا يتعاملوا مع مين؟ مع اللي على قدهم كده، اللي يا عين الغلبانة اللي تعبت اللي شقت اللي منكسرة اللي الكلام ده كله في الفاضي وكلام ماليش اصله. والله عند ربنا ما هيتحسب باللي انتوا بتحسبوه ده ابدا. حلمية مش سهلة، وتعبت وشقت، اختها تعبت وشقت، عملت قناة وقعدت لمدة 2 عما تفعلها وشقت وتعبت، وديك خدت عليها الجاهز، جيت خدتها بمنتهى السهولة. وتحاسب اختها لما القناة ضاعت، بتحاسبها في شقاها وفي تعبها. كانت بجاحة متناهية، وتروح على امها تضربها، وفي النهاية تطلق عليها ألسنة وسمعاها ليل ونهار. وانتوا كتر خيركم بتخلونيش اطلع اتكلم واطلعيش ارد، بتخلونيش اطلع اقول وعيد. مبسوطة انت بكده يعني؟ وده الحب اللي انت بتسميه حب الناس لكي؟ والله هيوقعوك في الخية ان شاء الله، وربنا اللي هيعرفك ازاي تحافظي على اختك، وازاي ما تسببيلاش الاذى اللي انت بتسببه لها ده. شقيان تعبانه، شقيانه من في ايه وتعبانه في ايه؟ مال بيتك ونفسك؟ انت شقيتي وتعبتي، عندك ارض وكانت بتطلع لك المحصول وبتزال بتطلع لك كل سنه. اختك جوزها تعب وجه من بره تعبان عشان يعمل بيت،
لكن اختك بتعرف تربي، بتعرف تنظف، بتعرف تعمل بيت وكيان. انما انتي هتفضلي طول عمرك، والله انتوا مش هتغير الستايل يا طارق، وان شاء الله بكره هنتفرج على الستايل بتاعكم. طول ما انتوا باصين لخالقكم وفاكرين انتوا صحاب حق، واللي حواليكوا بيدلكوا بده، والله هتبقوا مضحكة الدنيا، وبكره هتشوفوا ان شاء الله. تحيليش عليهم بتصوري بتقول انا هنا وهي قبل هنا، انا هنا وهي يا جماعه شوفوني. وفي النهايه اديتك القضيه وقالت لك انت معايا في البث وهتبقى معايا كمان في العمره، يعني قومي. هو انت فاكره عشان خدتوا طارق تغيظوا بيه خالو مصطفى هتقعدي انت معايا وتتربعي كده والخير اللي جاي اللي تشاركيني فيه؟ لا، ده ام السعود بتقول ان واحده هتعمل له عمره والله يا ام السعود نفسي احط ايدي على شباك الرسول عليه الصلاه والسلام، ونفسي اروح مكه، ونفسي اروح المدينه، ولو عندي فلوس لبيع اللي ورايا واللي قدام، وما نتحرمش منك يا عبد الله. نفسي في غوشه بس. الجماهير بقى اللي بتساعدهم على الضلال تقول لا طقم، لا انا نفسي في غوشه بس. وسكتت. وبعد ما امها تتكلم سكتت، ياما ده احنا بنضحك. بعد ما قالت طلباتها وقالت هي عايزه ايه بقت بتضحك. يعني خلي عندكم ذره دم. والله لو خالتك اللي طالعه تقول الكلام ده يا نرمين اللي كانت طالعه بتقولها انت بتعيطي وبتعملي، قال انا بطلب وما بعيطش. بعد ما قلت في البث اللي فات ان ما بتجيليش حاجه، وبعدين جالي هدايا او جالي فلوس، بس جات لي بادبي انا ما بطلبش. وطبعا خفت لا تتكشفي من اللي بعتولك الهدايا والفلوس لا يقولوا احنا بعتنا. طيب النهارده انت بقى ايه يعني؟ عوضت اللي فاتك كله يا مؤدبه يا متربيه على العفاف، يا اللي ما حصلتش انت وامك واخوك النهارده. يعني باصين لخالقكم في كل حاجه. جالها ايه عايزين زيه؟ نفسكم في واحده زي الحاجه لطيفه اللي مش هتنولوها ولا تطولوها يا جماعه، والله ما بيجولكم الا اللي عقولهم صغيره قوي قوي زيكم، ومش هتطولوا واحده في ادب وفي احترام الحاجه لطيفه اللي بتتصرف كواحده كبيره فاهمه وعارفه هي بتعمل ايه. انما انتم خليكم في اللي انتوا فيه، باصين لخالقكم في كل حاجه ومقويين عليها القنوات، وان شاء الله زي ما قلت لك كده يا حلمي، اللي ما بيشكرش العبد ما بيشكرش الرب، واللي ما بيشكرش زي ما ربنا قال النعمه بتاعته هتتمقت. ولئن شكرتم لأزيدنكم. وأول الشكر يكون للسبب اللي كان السبب في الفضل اللي انت فيه، مش تطلقي عليه قنوات تأذيها ليل ونهار على مرأى ومسمع منك، وانت عامله ودن من طين وودن من عجين، وفاكره ان انت كده على حق، والضليل اللي حواليكي بيقول لك والقنوات الهام اللي من ضمنهم سهى واخلاص والتانيه فاكرين هما بيكلموا يعني اصحاب حق قوي، وهم لو يرجعوا الاصل ويرجعوا للاصول اللي اتربينا عليها وبتاعت ربنا، اللي بتعمليه ده كله ينافي الاصول دي وينافي التربيه اللي الناس بتربى عليها بحق ربنا. لان في الاول وفي الاخر هي اختك نفعتك ما ضرتكش، انت اللي ضراها من وقت ظهورك لغايه دلوقتي وما بتاخدلكش راجع، والضلاليه اللي حواليكي بيقووك على كده، لان ان شاء الله هيكونوا سبب وقوعك في الهاويه. وبكره ان شاء الله الكلام اللي بقوله افتكريه يا حلميه واللي حواليكي يفتكروه، لان زي ما بقول ربنا ما بيحبش اللي انت بتعمليه ده، لان اللي بيعمل لي جميل ما ردولهوش باذيه. ودي اختك في الاول وفي الاخر، وعايشه في الدور او فاكره ان ده حب الناس. خلي الناس يحبوك زي ما انت عايزه، وان شاء الله وقعدي وتربعي او انت وولادك واطلبوا طلبات، وباذن الله باذن الله هتيجي على دماغكم وهترجعوا لاصلكم تاني، لان انتوا ما شكرتوش النعمه وحافظتوا على صاحبه الفضل اللي كانت سبب في النعمه اللي انتوا فيها الوقت. وطلقين عليها شراشيح على مسمع ومرأة منك يا حلمية، وكأنك ما بتسمعيش حاجة ولا انت دارية باللي اختك فيه، وبس طالعين تعملوا الأفوارة اللي انتوا فيها دي، وتقوموا الدنيا على زاهية عشان تحققوا لواحدة تعبانة مرضها زاهية عاملة لها هس، وانتوا كمان باصين للي في ايد زاهية. ولا عندكم العفافة يا أبلة نرمين اللي بتقولوا عليها، ولا انتوا عندكم قناعة باللي انتوا فيه، وبتتبلوا باللي انتوا بتعملوه على زاهية. سيبينا بقى ناكل عيش، وسيبينا وانتوا اللي مش سايبينها في حالها. وفاكرة يا حلمية ان ده حب الناس ليكي، وناسية خالص ان الأهم من ده وده حب أمك ليكي ورضاها عليكي، ورضاها اللي كان واضح جدا جدا على زاهية، واللي ان شاء الله هتبقى في خيره وهتاخد خيره لغاية ما زاهية تموت.
لان امها داعيه لها وداعيه لجوزها وداعيه لاولادها، وده كان بيبقى واضح. امك اللي طالعه الوقت كل اللي انت بتعمليه لامك ان انت لابسه قميصها بتشم القميص كده وانت قاعده، وام حبيبتي هو ده كان كل برك لامك؟ يعني ده البر للام؟ البهاله اللي بتعملها ديت ما هتخيلش على حد. طب كانت تكرميها بعد ما ماتت، مش بس بعد وهي عايشه، ده انتوا بعد ما ماتت ما كرمتهاش لا انت ولا بنتك ولا رحمتوها، طالعين مقومين الدنيا على امك وعلى اختك، وفي نفس الوقت اللي ما قلتش لبنتك عيب وهي عماله بتقول ست وست وست. كانت تكرميها ياما، وبعدين تعملي تلبسي تقولي تعيدي. امك شيء واضح للعيان ما كانتش بترتاح ولا بتصغر 20 سنة غير ما بتقعد مع زاهية. كلكم ولادها ومش هتكرهكم، لكن كانت ارتياحها واحساسها الاحساس الام اللي ما بيخيبش بان زاهية ابر واحدة بيها، ويا لها مصطفى او هما الاتنين مع بعض في كفة واحدة. لذلك ربنا هيفضل ساترهم طول العمر وهيفضل راضي عليهم، وهتفتكر اللي انت فيه ده يعني هيرضي ربنا بانك كده بتبر امك. طب على الاقل كرميها بعد ما مات، ما تسببهاش في الاذى اللي انت وبنتك متسببين فيه ده. والتنبيهات يا طارق بالشغل بقى، واشتغل وشوف عشان شغلك هو اللي هيزعل زاهية وهو اللي هيوقع قناتها. يا ريت نشوف فيه حاجة جديدة، ما تقلدوش فيها خليكم ولا تاخدوها من قنوات تانية. يا ريت تبدعوا بقى من عندكم، مش تاخدوا عنوان محا ياسر البيت اللي كنت بتعاير فيه هعمله قصر ومش عارفه ايه. اللي عايرك به مين يا حلمية؟ تقاليع، وهتضحكي بها على الاغبياء الجهلاء اللي حواليكي بس، الضلاليين. بيت ايه وبيت مين اللي عايرك بيه؟ ويا ريت والبيت اللي بيعايروني فيها اعملوا قصر ده عنوان موحى. وكمان لازمة يا سيدي بتاعت حمدي ووفاء، بتاع حمدي اللي لما ربنا كرمه وساعد اخواته زي ما زاهية عملت، ما طلعوش عليه كلوه وسلطوا عليه قنوات زي ما انتوا عاملين. حمدي اللي كل العيلة من الصغير للكبير بيحترمه وبيحترم مراته، لانهم عارفين ومتأكدين، وده بيقولوه عيان بيان ان حمدي سبب اللي هم فيه. ما طلعوش زيكم فعلهم كله قلة اصل. وكمان جمهورية مين؟ اللي 200 ومش عارفة وكام و70 متابع، 200,000 وكام، ما وصلتوش زي خليكم وعاملينها جمهورية. طب خلي الجمهورية اللي وراكم ان شاء الله هتوقعكم في الحضيض، وبإذن الله هتكون سبب نهايتكم، وبكرة هنتفرج عليها. يا مصر يا هناء، تحيا مصر، انا موجودة، شوفوني ان شاء الله. دي هتكون البدايات ليكي والحلمية، وأعدكوا كده على البثوث وبعين يعني ما فيش فيها ذرة حياة، وانا عايزة وهاتلي وبتنقوا وبتختاروا، وان شاء الله هتكون سبب نهايتكم ونهاية القنوات اللي انتوا طالقينها على اختك بإذن الله. ويا ريت بقى ما تقلدوش وتعملوا حاجة من عندكم، والناس تبقى تقول دي من صنعكم فعلا. ده اللي حكينا عليكي لدرجة ان يلبسوكي كشمير يا حلمية، يعني اضحكوا على الاسمر ولبسوه احمر. تلبسي كشمير ليه؟ يعني الواحد يقول ايه بس يعني. وان شاء الله باذن الله هتقع في شر اعمالكم في الصغيره قبل الكبيره، لانكم ما خفتوش ربنا في اختك، ولا صنتوا النعمه ولا شكرتم اللي كان سبب فيها، ومستمرين في اذى وبتعيبوا على اللي بتتاذى ان هي ترد عليكم. ربنا ان شاء الله المنتقم الجبار منك يا حلميه، ومن الضلاليه اللي جنبك، ومن قنوات الشيطان اللي مسميين نفسهم قنوات نقد، وعلى راسهم الحيزبونه او راس الافعى زي ما قالت الاستاذه وفاء. وان شاء الله هنشوفه قريب، ونصفة زاهية هتفجعكم كلكم وهتفحمكم، وهتبقى على رؤوس الاشهاد زي ما على رؤوس الاشهاد او على الملأ. وشوفنا فضايحكم والعفافة اللي بتاعتكم اللي ملهاش اخر دي، وكان كل شايف وسامع. هنشوف ان شاء الله نصر زاهية اللي كنت بتعيبي عليها وتقولي على الاقل انا ما بعيطش، واقول اخويا وابني واخويا ومش عارفه ايه. كانت بتعيط عشان اخوها اللي امك ما تعملوش، وده يتحسب لها مش عليها. امك ما تعملش حاجه زي دي ولا يخرج منها، وان جالها حاجه لاخواتها عمرها ما هتخلص وتديها لهم. اخت زاهيه كانت بتعيط عشان حسام اللي امك كل اللي عملته يا حسام يصعب عليا ويعز عليا ما تبقاش في العيد معانا يا حسام، ودي كان تاثيرها على اخوها وهي قلبها اجمر من الحجر، وبدله تروح تاخدها وتوديها لابنه. ده كل اللي عملته لحسام. زاهيه رغم اللي حسام عمله فيها كان زي ما انت بتقولي كده بتعيط عشان تقدروا حاجته، لان هي اخت بحق واخت فعلا. وزي ما قلت ان شاء الله ربنا هينصرها، وزي ما قلت لك يا زاهيه ربنا ناصرك.